تعالوا وياي خلي نسوي أطيب مقلوبة باللحم وراح تاكلون أصابعكم وراها. أول شي خليت الزيت على النار وأحمس اللحم، وإحنا دا نطبخ راح أكون وياك بفقرة اسمها على نار هادية. واني أطبخ اليوم لاحظت شي بسيط وقلت لنفسي كم مرة ننطي وننسى، كم مرة نخدم ونطبخ ونسمع ونسند لكن ننسى نسند نفسنا. اليوم خلينا نحكي عن المرأة اللي تعطي حتى الإنهاك. العطاء سمة جميلة، لكن لما يتعدى حدود النفس يتحول إلى استنزاف. بعدين أجيب الكمون، أخلي الكمون حسب الكمية اللي أنتوا تحبوها. أنا خليت ملعقة كمون. لما تنطين وقتك وطاقتك واهتمامك وتنسين تسألين وآني، أحيانا نرضى ونسكت، نبتسم ونقول عادي، المهم هم يكونون مرتاحين. بس الحقيقة بداخلك أكو طفلة صغيرة تنتظر كلمة، استراحة، أو حتى كوب شاي بهدوء. مثل ما تشوفون صار لون اللحم ذهبي، قلبته حتى يستوي حتى النصف الثاني. خليت الثوم، أخلي الثوم عليه ورق الغار. شو وقت كانت آخر مرة أحد قالك شلونك؟ مو شلون شغلك؟ تحسين أحيانا أن طيبتك قاعدة تستغل؟ في مجتمعاتنا يمدح صبر المرأة وسكوتها وتحملها، لكن قليل اللي يسأل عن سلامتها النفسية. عندي مي حار محضرته خليته على اللحم حتى يستوي. هواية منا تربى على أن الحب يعني تضحية بلا مقابل، وأن المرأة الجيدة هي اللي ما تشكي ولا تتعب ولا توقف. بس الحقيقة المرأة القوية هي اللي تعرف شو وقت تتوقف، لأن الصحة النفسية مو رفاهية، هي ضرورة. شلون ما تشوفون خليت الزيت، لما انحمى الزيت خليت البصلاية. ولإعادة التوازن لحياتك ما نطلب نكون أنانيات، بس نطلب إنصاف. عطائك جميل بس مو على حسابك. أنطي وأخذي بنفس الوقت. حبي بس لا تنسين نفسك. كوني حنونة بس مو على حساب راحتك. مو غلط تقولين لا، مو غلط ترتاحين حتى وانتي كبيرة. سؤال: لو عندك بنية ترضين تعيش نفس تعبك؟ إذا كان الجواب لا، طيب ليش تسمحين لنفسك تعيشين؟ اليوم وانتي تطبخين وإيدك تتحرك بهدوء، فكري شوية شنو ممكن تسوين بيومك لنفسك. حتى الأكل يحتاج يتنفس، والمرأة بعد تحتاج مساحة تتنفس بدون واجبات، بدون أداء، بدون دور. خلونا نعيد تعريف العطاء. العطاء الحقيقي يبدأ من النفس إلى الآخر، مو العكس. إذا حسيتي إن الكلام لامسك شاركيني بتعليق. هسه أجيب الرز وأخليه عليه، تقريبا غسلت الرز ونقعته تقريبا 20 دقيقة. خلينا نتعلم نحب نفسنا مع بعض برقة وبهدوء على نار هادية. خليت عليه ملعقتين معجون. بالخلاط سويت عصير الطماطة وأقلب الرز. هسه أخلي على الرز المي اللي سويت بيه اللحم ورا ما استوى. خليت المي على الرز. هسه نبدي نقطع الخضروات اللي راح أخليها ويا المقلوبة. بديت بالباذنجان، غسلته زين ونشفته، أقطعه دوائر. إذا أنتوا تحبوا طولاني ممكن تسوون الباذنجان طولاني على راحتكم. أيضا قطعت البصل دوائر والفلفل دوائر.
بعدين جبت البوتيتو همين قطعتها دوائر، حضرت المقلاة وبديت أقلي. أول شي نقلي البوتيتو إلى أن يصير لونها ذهبي، وبعدين الباذنجان أيضا يصير لونه ذهبي، وبعدين خليت هذا ورق الزبدة على الجدرية قبل ما أرتب الخضروات حتى ما تلزق الخضروات بالجدرية، حتى الورق يلزق والخضروات كلها تجي بالصينية. بديت بالباذنجان، بعدين البوتيتو، الفلفل والبصل، آخر شي خليت المي مال اللحم كم ملعقة، وبعدين خليت قطع اللحم، وراها حطيت الرز اللي أنا طبخته عن نص تقريبا، وبعدين رتبته إلى أن يصير شكله هالشكل كلش حلو. خليت من مي اللحم أيضا، وتقريبا خليته نص ساعة يتهدى على نار كلش هادية. وهسه شوفوا شكل المقلوبة شقد حلو، زينتها بالمعدنوس، وألف عافية. لا تنسون إذا حبيتوا القناة تسوون سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وتشاركوها ويا أصدقائكم وأحبابكم، وأيضا فعلوا الجرس.